احد الاهلي النجوم وسموحه، وما شاء الله جوكر بيلعب طبعا. في اماكن كتيره، ومن اللعيبه المميزه جدا. ازيك يا حماده؟ الله يخليك. ازيك يا كابتن كريم؟ طبعا بمسي على الكابتن وليد جدا. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. مبروك يا حماده، انت قمت بدور، انت ليك نسبه كبيره جدا في الفوز ده. كل جماهير نادي الزمالك تحديدا تخوفت بعد احتراف عبد الشافي، وناس كتير قوي قالت الجبهه دي هتقع في نادي الزمالك، لكن للامانه انت عملت دور. المفروض تاخد نسبه بقى من فلوس عبد الشافي ولا ايه؟ لا يا جد، طبعا انا بشكرك وبقول لجمهور نادي الزمالك الف الف مبروك. الحمد لله دي ثالث بطوله ليا في نادي الزمالك. الحمد لله، كان كل سنه بلعبها باخد بطوله، دي حاجه كويسه ليا انا بالذات. ان حماده طلبه دي حاجه كويسه ليا انا، عشان الواحد الحمد لله فرحان. الناس كانت مشككه بقدراتي، بس الحمد لله انا بحمد ربنا واشكر جمهور نادي الزمالك اللي هو واقف جنبي، والسياده المستشار بصراحه السنه دي ما قصرش معانا. احسن سنه بصراحه الواحد في نادي الزمالك مسكت فيها فلوس هي النادي دي السنه ديت. وبالنسبه للعيبه كلها بصراحه، اللعيبه كلها السنه دي كانت مأديه بشكل كويس وبروح عاليه. طبعا كلنا الحمد لله كنا واقفين مع بعض ومساندين بعض. انت عارف ان السنه دي كانت صعبه علينا جدا يا كابتن، وكان فيها ضغط علينا، بس انا بحمد ربنا. السنه دي كانت سنه خير علينا، وبحمد ربنا وبقول لجمهور نادي الزمالك طبعا الواحد بيتكلم من قلبه، يعني الفرحه والله الحمد لله، يعني ايه، الواحد فرحان فرحه غير طبيعيه اقسم بالله يا كابتن. اكيد اكيد يا حماده. تابعت الماتش فين النهارده، ماتش الاهلي وسموحه؟ والله يا كابتن ما اضحكش عليك، انا بصراحه ما اتفرجتش. ما كنتش قادر اتفرج. ما اتفرجتش. انا كنت متوقع يا حماده، او انتوا كنتوا لعيبه الزمالك متوقعين ان ممكن النهارده سموحه يعمل نتيجه ايجابيه مع الاهلي، ولا قلتوا ان الاهلي هيكسب واللود كله هيكون على الزمالك بكره في ماتش طلائع الجيش؟ لا والله يا كابتن، احنا كنا بغض النظر عن النتيجه بتاعته النهارده، كان الاهلي هيكسب او مش هيكسب، احنا كنا مركزين جدا في ماتش الجيش. طبعا احنا عارفين الماتش دوت هو اللي خلانا كنا ناخد الدوري، وكانت اللعيبه كلها مركزه. يعني انا بصراحه انا شايف اللعيبه في التمرين كلها مركزه، واللعيبه كلها خايفه على بعضها، وكلنا محفزين بعض، ما كناش باصين لنتيجه الاهلي خالص والله يا كابتن. ايوه يعني اللعيبه كلها كانت مركزه في الماتش ده جدا. الماتش كان هتلاقي في اي حته كنا هنلعبه. أيوة. يعني انا بشكر اللي هي الاسبوع ده اتمرنت كويس، وبشكر المدرب طبعا. المدرب ده مدرب كويس ومحترم، الواحد بيحترمه. مستر فيريرا تعب معانا جدا. والله الراجل ده تعب معانا، تعب جدا جدا جدا، واتمنى الجمهور يقف جنبه. الراجل دوت مش عاوزين نضيع حقه. ايوه وبشكر والله، وبشكر جدا جدا اللعيبه السنه دي كلها، باللي ما لعبش باللي ما لعب. انت كان في ناس كتير، يعني كان في ناس الماتش بكره كانت هتبقى مش موجوده خالص وكانت هتلعب. يعني كان اللي بره زي اللي جوه. انا يعني الراجل كان عامل الحاجه دي حاجه كويسه يا كابتن. ايوه حاجه كويسه اللي انت تخلي اللعيب اللي بره زي اللي بيلعب. ايوه دي كانت الراجل ما شاء الله راجل محترم وراجل مدرب كويس، وانا فرحان جدا واقسم بالله يا كابتن. والف الف مبروك لجمهور نادي الزمالك اللي هو كان مستني البطوله ديت. طبعا البطوله دي ان شاء الله تدينا دفعه، اللي احنا ان شاء الله ننافس على اي بطوله باذن الله يا كابتن. ان شاء الله حماده مبروك. وزي ما قال كابتن وليد صلاح الدين، اللي انت كان ليك دور كبير جدا السنه دي، ولعبت في الباك ليفت مركز برضه يعني مش سهل ان هو حماده مساك وبيلعب باك رايت وبيلعب هاف ديفندر، لكن ادى بشكل جيد جدا وكان ليه دور كبير جدا ان هو يعني يبقى اللعيب الاساسي في نادي الزمالك ناحيه الشمال، وعمل ماتشات رائعه. مبروك يا حماده، ومبروك لكل لعيبه نادي الزمالك. نطلع